هو ايه اللي حصل في ماتش مصر وكوت ديفوار؟ اقوى مباريات القاره الافريقيه، منتخب مصر بيواجه حامل لقب البطوله منتخب ساحل العاج، فريق مدجج بالنجوم المحترفين في اقوى فرق اوروبا. ومنتخب مصر هيلا عمر مرموش ومحمد صلاح اللي هو بنفسه صرح قبل الماتش وقال ان المنتخب المصري مش مرشح اصلا، واننا فريق اغلبه من المحليين وبنعتمد على الدفاع. الله، طب ليه كده يا فخر العرب؟ ما احنا عارفين اللي فيها ابو صلاح، لازم تسيح لنا على الملأ كده، ولا يكونش ده تمويه؟ حمدي فتحي اللي بيزيد في وسط الملعب بعد ما لعب كقلب دفاع مرة ثانية، انطلاقة أول هدف اللقاء. يا ولد يا ولد، اخشع ياض انت وهو، بلا مدجج بلا نجوم، وحوش حوش حوش حوش، من يحوش مرموش. شربتوها يا كروديات. منتخب كوت ديفوار قال لك ايه ده؟ ايه يا جدعان في ايه ده؟ احنا لسه بنسمي الله وبنستفتح وبنرش ميه، ينفع كده؟ كابتن حسام واقف على الخط بره هادي وبيطلب من لعيبته ان هم يكرروا نفس اللي عملوه تاني ويضغطوا ويستغلوا الربكه اللي فيها المنتخب الايفواري. ضغطة حمدي فتحي على كيسيه، ثم تمريرة امام، ثم تحرك عمر مرموش للقلب. يعني الكل توقع انه هيروح، لكن هو قطع مسافة يعني بذكاء كده. اذا الذكاء هو الحل. وطبعا منتخب كوت ديفوار مش هيسكت، ما هو مش مركز شباب نادي المدينة هو. مرة تانية استلام، ادي امامنا فتوح، مباراة جانبية مع اخطر لاعب امام ديالو، لكن خلي بالك لان التوقع بان منتخب كوت ديفوار هيبحث عن ردة الفعل السريعة. لاعب ايمان جسد، الكرات الرأسية العالية خطيرة، الكرات العالية هنا معركة امامية انوي. ادي المساحات تغطية الدفاعية، يا ولد يا حسام 3 اهداف في هذه البطولة، يا ولد يا امام ماشي يا واد يا حسام ويا واد يا امام، بس انا عايز اجيب جون تاني. محمد صلاح يا ولد على التمريرة، انطلاقة محمد هاني، الشخصية بتظهر. هاني اظبط يا هاني. ما يا اسطى اظبط بقى يا اسطى، في ايه؟ كفايه. ولات لبناء هجمة مرة تانية من الوضع على قدر نتزحلق. خلي بالك يا ياسر، مرور امامنا هنا، يندو بوندي خطره، ولكن ايه الفدائية دي فعلا؟ وايه الوقعه دي يا ياسر؟ مرة تانية هاني يلعب يا ولد على التحرك اللي بين الخطوط، يا عيني يا مرموش، وياخد فاول. وكعادة المنتخبات الإفريقية أول ما يتوتر يشوف مين أحرف واحد عندك ويفضل يضرب فيه. في لقاء أمام الكاميرون، وادي رأسية، يا ولد يا حسام اركب الكرة يا راجل. ياسر وبص راجع محمد صلاح بأدوار دفاعية، كرة الخطيرة أمام، حط رجله أمام، يشيل فتوح اللي بيسدده ويعلقها على طول للاعب إنوي. حسام عبد المجيد يشيل حسام على جنب يا حسام، ولكن يشيلها مرة تانية حسام. بالك انت لو تركز اقسم بالله هتبقى احسن مدافع في مصر. مدرب منتخب كوت ديفوار ابتدى يتوتر ويزعق في لعيبته، وكاب حسام حسن ابتدى يفكر اللعيبه بالمرتدات اللي متفقين عليها، المرتدات اللي حتى لو ما ظبطتش هيجي من وراها ركنيه. نجم الترسانة 12 هدف، رأسية الدربكة والركنية المصرية، و10 أهداف، وادي الكرة العالية الرأسية. هل من جديد الجديد عندي كله يا باشا، تعالى بس انت وقول لي طلبك ايه. رامي، احلى الاسامي يا رامي ربيعة. شيء لا يصدق، منتخب مصر في نص ساعة مطرقع لكوت ديفوار حامل اللقب 2-0. بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف يا ولد على الهدف والتوجيه، وطلع وقف في الهواء. الحمد لله منتخب مصر 2-0. وخلي بالكوا يا جدعان عشان منتخب كوت ديفوار مش هيسكت، فنمسك العقل وما نتغرش، وكل واحد يخليه مع المان بتاعه. نجم محمد صلاح عمل كل حاجة، لكن ينتظر انه يتوج بلقب هذه البطولة. انطلاقة فتوح، فتح عينك يا فتوح، امام، ولكن مش لابسة في رجله. انا عايزك تركز مع نسبة الاستحواذ اللي هتظهر قدامك. منتخب مصر فايز 2-0 وهو حرفيا ما شمش الكورة. ترجيح لصالح المنتخب المصري 98 و2006 وايضا في 2021. فاول في مكان خطير، نترك الارقام، نترك الاحصائيات. يا كابتن علي محمد علي، وغلاوة الست الاخضر في برتقاني دي، كفايه ارقام، كفايه احصائيات، كلمنا عن الماتش بقى عشان احنا تعبنا. فاول، كرات الثابته مهمه، ليموندي يلعب على القائم الاول. يا ساتر يخرب بيتك، ده انت دعوتك والقبر يا فتوح. لكن الكرة الى داخل الشباك، بص خد امامنا كوسونور خطوه، حولها، عدت، ادي ارتطمت في فتوح، صعبه ما شافهاش على فكره عشان يبقى الهدف للمنتخب. طيب نمسك نفسنا بقى يا رجاله بعد الجون ده.
محتاجين نهدى ونمتص الحماس اللي عند المنتخب الإيفواري. الواد عمر مرموش اتضرب كمية ضرب، بص واقف بيشتكي للحكم ازاي، والحكم بيقول له يا اسطى انا تعبت يا اسطى، انت مش كل شويه هتقعد تتضرب وانا اقعد اصفر لك في فاولات. اي تاني يا جدعان، كفايه ضرب في الواد ده، نجم عالمي زيه زيكم، هو ملهوش اهل يسالوا عليه؟ عمر مرموش بيتضرب للمره الثالثه. ايه يا حكم؟ لا عمر انا مش هحسب لك فاولات تاني، انا زهقت. بص يا عم يلا ادي الشوط الاولاني، يلا يابا لمناها. بيبدأ الشوط التاني ومن غير كلام كتير، بعد أول 5 دقايق محمد صلاح بيتضرب في نص ملعبنا، وأنا قلت لكم بلاش تضربوا محمد صلاح عشان انتوا كده بتشغلوه. من تونس بالإضافة لأمامنا علي توموسانج. انطلاقة حلوة من إمام كمل إمام يا ولد، عملها محمد صلاح بيطلق رصاصة الرحمة، تمريرة سحرية من إمام عاشور عشان منتخب مصر في 50 دقيقة بينهي كل أحلام المنتخب الإيفواري. بيكمل الشوط التاني ومنتخب كوت ديفوار طبعا مستميت وبيهاجم بكل قوته، ومنتخب مصر مستقتل برضه وبيدافع بكل قوته. هي كل الحذر من الكرات الثابتة. أماد ديالو لكن إبعاد، والكرة الثانية ياني موندي، لسه الخطورة قائمة، راس حربة كراسو بجوار جسد أمامنا دوي لكن على طول الاستبسال والفدائية المرة دي حمدي فتحي. 5 في اللقاء، العبها كالمعتاد. ديالو الشناوي يا راجل بقى مش معقول. لا حرام عليكم، احنا مش بعد الجيم العظيم ده كله ونقوم مضيعينه من ايدينا. نظبط يا رجالة، حصل خير، فاضل ربع ساعة نسترجل فيها ونشد حيلنا، وإن شاء الله الماتش هيخلص لصالحنا. بنكمل باقي المباراة ومنتخب كوت ديفوار بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يتعادل مع المنتخب المصري. التأهل ومباراة على مراحل متقسمة، مراحل ركنية خطرة جدا ولكن إلى خارج الملعب. في هذا الجانب محاولة من كونان الرأسية، خلي بالك ديالو منتخب كوت ديفوار، كرة العالية أماد ديالو الشناوي يا بطل. لكن الفراعنة بقيادة كاب حسام حسن بيقدروا يصمدوا ويحسموا التأهل لربع النهائي. وبس كده نقول مبروك. أنا أحمد مجدي، سلام.